السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضنا الرز بلبن بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان غني جدا ودسم بمكون سري هنحطه مع بعضنا إن شاء الله أثناء الفيديو. هينقلك الرز بلبن لحتة تانية خالص، فتابع معايا الفيديو إن شاء الله تستفيدي. اول حاجه كده انا معايا في حله واسعه، هنزل بكوبايه من الرز مغسول ومتصفي كويس، وهنزل عليه بست كوبايات من الميه، وهزود عليه ميه كمان هقولك ليه اثناء الفيديو. انا هغطيه كده لغايه ما يغلي معايا الرز مع الميه، وهقلبه تقليبه كده، واخلي الحله او غطا الحله متحرف بالشكل ده علشان ما يفرش بس معايا ويبهدل الدنيا. في بوله كده على جنب انا هنزل بكوبايه من السكر، معلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين من الكريم شانتيه البودر وده اختياري، والمكون السري معايا هو معلقتين من جوز الهند الناعم جدا جدا. انا حطيت معلقتين وفاض شويه كده في المطحنه فحبيت احطهم برضو، مفيش ادنى مشكله. وبكوين من الفانيليا، وهقلب كده الخليط ده بحيث اني انا امنع اي تكتلات، وهركنه على جنب. هرجع تاني للرز، هزود كوبايتين، وانا بحط ميه تاني لان انا مش عايزه من البدايه احط لبن علشان الرز ما يشربش كل اللبن، وفي النهايه انا مش هستفيد باللبن. انا حطيت كوبايتين من اللبن علشان ما يلزقش معايا الرز في الحله. لو انتم ملاحظين كده الرز مع الميه سالس كده بالشكل ده. هرجع احط كوبايتين تاني، اذا انا حطيت 10 كوبايات من الميه، وهخلي الرز يستوي تماما بحيث ان هو يكون يعني السوا بتاعه زياده. على جنب كده انا هستخدم 2 كيلو من اللبن، وهاخد منه كوبايه واحده بس، وهحط عليه 3 معالق هرميه كده من النشا، وهدوب كويس علشان امنع اي تكتلات. وبمجرد ما يقلب معايا الرز واحس ان هو استوى تماما، هنزل بالاتنين كيلو من اللبن، واللبن ده بلدي يعني مش مبستر ولا حاجة علشان استفيد من القشطة والسمنة اللي هي بتكون على الوش. هنزل عليه كده، وممكن على فكرة تنزلي بيه ما يكونش مغلي ولا حاجة، يعني تجيبيه من عند اللبان وتنزلي بيه على طول، هو هيغلي. بمجرد الغليان بالشكل ده هنزل بالمكونات اللي احنا عملناها اللي هي السكر واللبن بودر والكريم شانتيه وجوز الهند، وهقلب كده بطريقة دائرية، يعني بحيث ان كل المكونات تدوب مع بعضيها مش بطريقة عكسية. السكر ده بيرجع لك انت، انا حاطه كوبايه واحده بس، هرجع احط تلت كوبايه تاني. وطبعا السكر ده حسب الذوق، عايزاه مسكر عايزاه، ولكن ده المقدار المظبوط بالظبط. هنزل بعد كده باللبن والنشا بمجرد الغليان، يعني اول ما اشوفه بيغلي هنزل عليه بمكون اللبن والثلاث معالق من النشا. هقلب كده لغاية ما احس انه بيتقل معايا في الحلة وبيغلي معايا برضو، يعني هسيبه يربط كده شوية لغاية كده ما يطلع الفقاقيع كده دي بالشكل ده كده. ومش شرط انه يكون تقيل خالص، انا عايزاه طري وانسيابي، يعني مش عايزاه يكون ماسك. هعبيه بقى في بولات ازاز. لو عندك بولات بلاستيك ممكن تستخدميها، ولكن لما الخليط يبرد تماما يعني شبه بارد كده هنزل بيه هغرفه بالشكل ده. كان عندي يعني علبتين كده من اللي هي المربع، اللي هي المربعات ديت بتستحمل على فكرة السخونية، فأنا كان عندي بالظبط آخر علبتين بالشكل ده. وبعد كده أنا هعبيه في بولات اللي هي بتاعة الأكواب الترايفل. عايزة أوريكم بس إن الحلة ما لزقتش معايا، الرز ما لزقش معايا اهي، وفضت الحلة نظيفة لآخر بولة. هرصه معاكم بالشكل ده، عمل معايا كمية كبيرة جدا، دسم جدا وكريمي. وهزينه معاكم تزيين بسيط جدا بالنوتيلا او الجناش اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو سابق. ان شاء الله نسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. عندك سوداني، عندك فستق كداب، عندك اي مكسرات ممكن تحطيها بالشكل ده. كمان ممكن تستخدمي ال ال ال
الكنافة بتكوني محمراها في سمنة، وبتحطيها في الفريزر كده شوية كده في كيس بتستخدميهم لأي طوارئ بالشكل ده. بتنقل بصراحة الرز بلبن لحتة تانية خالص، طعمه جميل جدا جدا مع الكنافة، جربيه. ان شاء الله الفيديو يكون بسيط جدا وسلس وسهل جدا، مفيهوش اي تعقيدات ولا اي صعوبة. ممكن تعملي كده بالنوتيلا او اي شوكولاتة عندك، قلوب كده او اي ورود نجوم اللي يريحك. ان شاء الله الوصفة تكون سهلة جدا وبسيطة، والجرنشة كمان بسيطة جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.